فاز المغرب بشرف استضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لعام 2025 بعدما سحبت نيجيريا وبنين ملفهم المشترك، وقبل ذلك الجزائر، فيما نالت كينيا وتنزانيا وأوغندا حق استضافة نسخة 2027، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الإفريقي للعبة الكاف الأربعاء خلال اجتماع لجنته التنفيذية في القاهرة. وسيحتضن المغرب النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 التي فازت بلقبها الكاميرون، وذلك بعد انسحاب الجزائر الثلاثاء من سباق الترشح لنسخة 2025، ثم سحب الملف المشترك لنيجيريا وبنين الأربعاء. وجاء سحب الملف المشترك لنيجيريا وبنين بهدف دعم ترشح بلد أسود الأطلس لاستضافة مونديال 2030 بصحبة إسبانيا والبرتغال، وفق ما أفاد رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي. وسبق للمغرب أن فاز بحق استضافة نسخة 2015، لكنه طلب تأجيلها بسبب تفشي وباء إيبولا، ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى سحبها منه. وقال موتسيبي إن هناك اتفاقا داخل الاتحاد الإفريقي دعما للملف المغربي في سباق الفوز بتنظيم 2030، مضيفا أن الملف المغربي لتنظيم إفريقيا 2025 جاء مطابقا لكل المعايير التي وضعها الكاف، وتابعنا كل النجاحات التي حققتها المغرب مؤخرا في كل التظاهرات الكروية التي استضافتها. وأعرب موتسيبي عن فخره الكبير بالمغرب الذي فاجأ العالم نهاية العام الماضي في قطر بعدما حقق إنجاز أن يكون أول بلد إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، متوقعا أن ينظم المغرب إفريقيا 2025 بمعايير عالمية ليقدم نفسه كمرشح قوي لاستضافة كأس العالم 2030 في ملفه المشترك مع إسبانيا والبرتغال. وصوت كل الأعضاء الحاضرين للاجتماع وعددهم 22 لصالح المغرب. واعتبر موتسيبي أن ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 ليس ترشحا لدولة إفريقيا، لكنه ترشح لإفريقيا كلها، ونسعى جميعا لمساعدته في إطار تطوير اللعبة والبنية التحتية داخل القارة. أما بالنسبة للملف المشترك لكينيا وأوغندا وتنزانيا، فتفوق على ملفي كل من السنغال بطلة النسخة الأخيرة عام 2021 وبوتسوانا. وأشار موتسيبي إلى أن اختيار الملف المشترك لكينيا وأوغندا وتنزانيا كان الهدف منه دعم كرة القدم ماديا ولوجستيا، إضافة إلى تطوير البنية التحتية من ملاعب ومنشآت رياضية وطبية في تلك المنطقة من وسط القارة الإفريقية. وأعتقد أنها ستكون بطولة ناجحة جدا، وهي فرصة للاستثمار والسياحة في هذه الدول وخلق فرص عمل. وكان الاتحاد الإفريقي سحب في أكتوبر الماضي تنظيم نسخة 2025 من غينيا بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة. ومنذ ذلك الحين استقبل الاتحاد الإفريقي طلبات تنظيم دون البت في هوية البلد المضيف، قبل أن يعلن موتسيبي الشهر الماضي أن الكشف عن البلد المضيف سيكون في 27 سبتمبر الحالي، مع التأكيد على أن إسناد تنظيم نسخة 2027 سيتم حسمه في اليوم ذاته. وتقدم كل من المغرب والجزائر قبل انسحابها بالإضافة للملف المشترك من نيجيريا وبنين بطلبات لتنظيم نسخة 2025 من البطولة الإفريقية الأكبر للمنتخبات، والتي تقام بمشاركة 24 منتخبا. وتضاربت الأنباء حول وجود ملف مصري للترشح لتنظيم نسخة 2027
بيّن تأكيد بعض المصادر ونفي مسؤولون بالاتحاد المصري للعبة. وكان مقررا أن يحسم الاتحاد الإفريقي هوية البلدين المضيفين مطلع العام الحالي، لكنه أجل قراره أكثر من مرة قبل أن يحدده في 27 الحالي. وصوت أعضاء اللجنة التنفيذية 24 بعد دراسة التقييمات المستقلة لكل ملف، لكن السياسة والوعد بالتناوب الإقليمي عقد الأمور. وتستضيف ساحل العاج نسخة 2023 التي تم تأجيلها من يونيو ويوليوز الماضيين إلى يناير وفبراير المقبلين لتجنب موسم الأمطار. أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الثلاثاء عن سحب ملف ترشيحه لاستضافة نسخة كأس إفريقيا 2025 و 2027 قبل يوم من كشف الاتحاد الإفريقي لهوية البلدين المنظمين، بحسب ما صرح به رئيس الاتحاد الجديد وليد صادي. وقال صادي الذي تسلم مهامه الثلاثاء في تصريح للتلفزيون الحكومي: أرسلنا اليوم رسالة رسمية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم نعلن فيها سحب ملف الجزائر من تنظيم كأس إفريقيا 2025 و 2027 دون ذكر أي تفاصيل حول أسباب هذا الانسحاب. وكانت الجزائر تتنافس مع المغرب وملف مشترك بين نيجيريا وبنين على نسخة 2025، ومع السنغال وبوتسوانا وملف مشترك ثلاثي لكينيا وتنزانيا وأوغندا على نسخة 2027. وبعد أنباء غير رسمية حول انسحاب الجزائر في اليومين الماضيين، أكد وبشكل رسمي رئيس الاتحاد الجزائري الجديد وليد صادي القرار مباشرة بعد استلام مهامه خلفا لجهيد زفيف المستقيل. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل الاثنين رئيس الاتحاد الجديد بحسب بيان للرئاسة.